النهارده احنا مش هنعمل تعديل عادي، النهارده احنا داخلين في منطقة انعاش الموتى. تخيل تلاقي تحفة بريطانية استون مارتن فانتج موديل 2008 مرمية في الشارع بقالها سنين لدرجة ان الطحالب نبتت عليها وبقت جزء من البوية. العربية دي مش غريبة على الناس اللي بتتابع التعديلات، دي العربية اللي بناها كريس من قناة بي اس فور بيلد من حوالي 8 سنين، بس من وقتها وهي بتعاني وتثابت لحد ما بقت خردة. بس تحت كل التراب والطحالب دي في وحش نايم، موتور V8 تنفس طبيعي، سعة 4.3 لتر، بيطلع 380 حصان. بجد انا مش بهزر، ده واحد من اجمل اصوات V8 اللي سمعتها. اسمع كده. والاجمل من كل ده انها بفتيس مانيوال 6 سرعات، يعني متعه السواقه والطرب الخام من غير اي تربو او تعقيدات. يا ترى فريق سولوتل هيعمل ايه في التحفه دي؟ هينضفوها ويرجعوها للحياه، وهيركبوا عفشه سباقات وكيت تعديل وايت بودي، واللون والتفاصيل هتخلي العربيه دي في حته تانية خالص. كل ده هتشوفه في الفيديو خطوه بخطوه. اللي بيشوفنا لاول مره، انا محمد حمدي، ودي مش مجرد قناه، احنا عيله بتحب العربيات والتعديلات. قبل ما نبدا الفيديو ادعمنا بلايك وصلي على النبي، واشترك في القناه وخليك واحد من العيله، وفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديده اول باول. ويلا بينا نبدا. اول حاجه كان لازم تتعمل قبل ما يلمسوا اي حاجه هي انهم يرجعوا ملامح العربيه دي، بس الاول هيطلعوها بره. وللاسف العربيه مش بتدور معاهم، تقريبا كده البطاريه نامت. فعشان يحلوا المشكلة دي جابوا وصلة عشان يشغلوا العربية، وعلى طول بعد ما العربية اشتغلت خدوها وخرجوها بره. بعد كده بدأت عملية التنظيف، حرفيا العربية كانت عاملة زي المزرعة، طحالب خضرة في كل حتة. على طول بجهاز ضغط المية بدأوا يطيروا الطحالب اللي كانت في الكبوت. المنظر صعب جدا. قولولي في الكومنتات ايه السبب اللي ممكن يخلي العربية توصل للحالة دي. على طول كملوا تنظيف وشالوا كل الطحالب اللي كانت موجودة على بادي العربية. بعد كده رشوا العربية بالرغوة، وفي الآخر غسلوها، وبكده تبقى العربية جاهزة عشان تتعدل. على طول خدوها ودخلوها تاني الورشة، وكمان رفعوها على الونش. بعد ما العربية نطفت دخلنا على أول تعديل حقيقي، وهنا بقى نركز في هندسة العفشة عشان العربية دي هتنزل على الأرض وتبقى ثابتة على السرعات العالية. الفريق جاب للعربية طقم مساعدين من شركة نترون، وتحديدا إصدار اسمه R1. بس يا ترى ايه المميز في المساعدين دول بالذات؟ المساعدين العادية في أي عربية بيكون فيها جلب كاوتشات عشان تمتص الصدمات وتخلي السواقة ناعمة، بس في طقم النترون ده مفيش أي كاوتشات. المساعدين راكبة على رمان بيلي من فوق وتحت. التعديل ده بيسموه جي تي 3 كونفرجن، وده لانه متاخد من عربيات سباقات الجي تي 3، والهدف منه ان اي حركه او مطب صغير على الطريق ينتقل مباشره للشاسيه بدون اي امتصاص او تاخير في الكاوتش، وده بيخلي استجابه العربيه وتجويه الدركسيون حاد جدا ومباشر، كانك بتلعب فيديو جيم بالظبط. بس في المقابل السواقه بتكون ناشفه ومش مريحه قوي للمشاوير العاديه. بس مين بيهتم بالراحه في عربيه زي دي مشروع عربيه سباق. على طول بدأوا شغل، بس الأول لازم نعرف إن الشاسيه بتاع الأستون مارتن ده بالكامل مصنوع من ألمونيوم، وده عشان الشركة تخفف وزن العربية على قد ما يقدروا. ولكن العفشة الأمامية في العربية دي سهلة جدا، هو نظام دبل وشبون التقليدي. بس الفريق لما بص على العفشة الخلفية لقوا تصميم غريب جدا. المساعد الخلفي مش متركب في الشاسيه بشكل مباشر زي أغلب العربيات، لا ده متركب في لوح ألمونيوم ضخم، واللوح ده هو اللي بيتثبت في الشاسيه من جوه الرفرف. فعشان يوصلوا المسامير دي هيضطروا يشيلوا أجزاء كتير. فتعالوا الأول نبدأ بالعفشة الأمامية. الأول شال عمدان تدعيم الشاسيه اللي بتكون متركبة فوق المساعدين، بعد كده شال القاعدة اللي بتثبته، وبدأ يفك في كل نظام التعليق. وهنا الفك سهل جدا. بعد ما فك نظام التعليق المساعد خرج معاهم بسهولة. بعد كده كرروا نفس الكلام في الجهة التانية. بعد كده ركبوا المساعد الجديد. الطريقة سهلة ومباشرة، وطبعا بيرجعوا يركبوا كل حاجة تاني مكانها. تعالوا بقى نشوف الجهة الخلفية. هنا بقى مفيش أي حاجة سهلة. أولا اضطروا يفكوا كارترات العجل بالكامل. المنظر غريب ومش معتادين عليه، في حاجات غريبة في العربية. الأول فكوا كل الحاجات دي، بعد كده فكوا مسامير نظام التعليق، وأخيرا بعد معاناة قدروا يفكوا المساعدين. الموضوع رخم فعلا، وده الفرق بين المساعدين القدام والجداد. طبعا الفرق واضح. على طول فكوا القواعد من المساعدين القدام وركبوهم في المساعدين الجداد، وفي الآخر ركبوهم مكانهم في العربية وركبوا كل حاجة مكانها. وده الشكل النهائي لنظام التعليق بعد التجديد. بعد ما خلصنا العفشة وركبنا المساعدين الجداد، جه وقت الشغل في الشكل الخارجي. أول حاجة هيبدأوا بيها هي الفوانيس. الفوانيس هنا حالتها سيئة جدا. فوانيس الأستون مارتن دي لو فكرت تشتريها جديدة هتدفع رقم يخض، فهنا كان لازم تتعالج.
عشان كده جاب صنفرة ناعمة جدا وبدأ يصنفر في الفانوس. طبعا اللي بيعمل الكلام ده لازم يكون عنده صبر، لأن الموضوع ده بيحتاج دقة. بعد كده بدل الصنفرة الناعمة بالملمع وبدأ يلمع في الفانوس. حرفيا الفانوس اتغير بالكامل. بصوا كده على الجهة التانية والجهة اللي اتعملت، الفرق واضح جدا. بعد كده قرر نفس العملية في الجهة التانية. الفوانيس رجعت كأنها لسه طالعة من المصنع، بتلمع ومفيش فيها أي خربوش، ودي نتيجة ممتازة جدا. كلها حاجات بسيطة بتتعمل بأقل التكاليف، ولكن بتوفر كتير في التعديل أو التجديد. دلوقتي بقى جينا للحظة اللي بيعشقها قلب أي حد غاوي عربيات، وهي تركيب الوايد بودي كيت، أو تقدر تسميها بالرفارف العريضة. أول حاجة ركبوها هي العتب الجانبي، واللي عبارة عن قطعة كبيرة جدا من الكربون فايبر. وكمان ركبوا الاكسدام الخلفي، بس هنا متركبش بالكامل. وكمان جابوا الرفرف الخلفي عشان يشوفوا الخطوط بتاعته مع باقي الأجزاء، وده عشان يشوفوا هيركبوه ازاي. بس فعلا الكيت ده عريض جدا وشكله هيبقى جامد. على طول بدأوا شغل وغلفوا الرفرف الأصلي بتاع العربية وهو راكب. بعد كده جابوا الرفرف الجديد وحطوه عليه وعلموا حوالين الرفرف الجديد. بعد كده جاب الصاروخ وبدأ تقطيع في الرفرف. بس هنا الشغل مش مجرد تقطيع، الشغل هنا تقطيع ونظافة. بعد ما خلصوا تقطيع طبعا بيعملوا عزل للجزء ده، وده عشان ما يكونش فيه أي صدى أو تسريب قدام، والعزل يكون سليم 100%. وزي ما انتوا شايفين ده الشكل النهائي ليها. بعد كده ركبوا الرفارف الأمامية، ودي فك وتركيب بس مفيش أي تقطيع. نفس الكلام عملوه في الجهة التانية. بعد كده قفل الكبوت، وتعالوا نشوف الخطوط ما بين الكبوت والرفرف. حرفيا كل حاجة مظبوطة بالملي. بعد كده ركبوا الاكسدام الأمامي، وزي ما انتوا شايفين دي الانحناء المميزة في واجهة أستون مارتن. طبعا لسه في كساحة هتتركب تحت الاكسدام، بس الأول هيكملوا تركيب باقي العربية. على طول ركبوا العتب الجانبي اللي في الجهة التانية، وركبوا الاكسدام الخلفي وربطوا المسامير بتاعته، وكمان ركبوا المصابيح الخلفية. وبكده يبقى تم تجميع الجزء الخلفي من العربية. ودلوقتي هم عملوا تنظيف للفرامل اللي كانت في العربية، بس باقي الجزء العلوي من الطنابير. على طول باستخدام الصنفرة بدأ يشيل الصدى اللي كان عليه، وبعد ما خلص دهن الطنابير باللون الأسود، وبعد ما خلص دهان شال الدهان من على الديسك. وبكده الفرامل رجعت كأنها لسه جديدة. وللعلم هي في الأساس كانت جديدة، بس عشان العربية دي كانت مركونة فصدت. بعد كده ركب الفرامل مكانها في العربية، وبكده بتبقى العربية خلصت وبقت جاهزة انها تتحرك عشان تدخل على المرحلة اللي بعد كده. بعد ما عفشة العربية اتعدلت والفرامل اتجددت وركبوا الوايد بودي كيت، دلوقتي العربية هتدخل على مرحلة الدهان. على طول دخلوا العربية في المقطورة وودوها لورشة الدهان. وطبعا زي ما انتوا شايفين العربية بتتحرك بدون اي مشاكل، ودي حاجة كويسة جدا عشان يقدروا يتأكدوا ان كل حاجة فيها شغالة صح. على طول العربية دخلت عشان تدهن، واللون اللي اختاروه هو اللون البرتقالي بدون اي تعديلات. الاول بدأ دهان الاجزاء المنفصلة، الكبوت والرفرف والاكستامات والابواب. بعد كده دهن العربية ذات نفسها. الشغل هنا بيتم باحترافية عالية جدا، وتعالوا نشوف النتيجة بعد أسبوع كامل من الشغل. دلوقتي فريق سوروتل جه عشان يستلم العربية، والحقيقة إنهم انبهروا من اللون جدا. اللون عجبهم جدا، الشغل مفيش فيه ولا غلطة. قولولي في الكومنتات إيه رأيكم في اللون البرتقالي ده، وبالذات مع لمسات الكربون فايبر الخارجية. بجد حاجة جميلة جدا. بعد ما العربية اتدهنت خدوها عشان ترجع الورشة تاني، وده لأن لسه في تعديلات ما خلصتش. الأول رفعوا العربية شوية عن الأرض، وده عشان هيركبوا جنود جديدة. الفريق جاب جنود من شركة يابانية اسمها وورك ويلز. الجنود دي بتبقى تجميع من 3 قطع بمقاس 19 في 10 قدام و19 في 11 ورا، والجنود دي متركب عليها كاوتشات فالكون RT 660S. انا عاوزكم تشوفوا قد ايه الكاوتش ده عريض. ما تنساش ان العربية دي سبورت كار وتعتبر سوبر كار. على طول شالوا الكاوتشات القديمة وخدوا الجديدة وركبوها. اكتبوا لي تقييمكم للجنود دي من 10. دلوقتي هينزلوها على الأرض، وتعالوا شوفوا معايا المنظر الجميل ده. العربية اتغيرت بالكامل، بس لسه ارتفاع الكويلات محتاج يتظبط. بس الأول هيركبوا شعار أستون مارتن قدام. طبعا لوجو أستون مارتن هو أخضر، فلون اللوجو الأخضر مع اللون البرتقالي هو مزيج غريب. تعالوا بقى نشوف العربية بعد تظبيط ارتفاع الكويلات. كده كل حاجة بقت تمام. الجنود شكلها جامد جدا. عامة انا مش بحب الاشكال الغريبة دي في الجنود، بس في التعديل ده انا غيرت رأيي، وحقيقي اللون البرتقالي هو اللون المناسب للعربية دي. بعد ما خلصت تعديل تعالوا نبص على العربية. المنظر النهائي وهما بيجربوا يلف العجل مرعب.
على طول خدوا العربية وطلعوها بره. العربية شكلها جامد جدا ووقفتها عريضة واللون بيلمع في الشمس. وما تنسوش محرك الفي 8 اللي طربه مال المكان. الشباب قرروا يقفوا لحد هنا في الفيديو ده، بس وعدونا ان لو الفيديو جاب 20,000 لايك هيعملوا جزء تاني يعدلوا فيه الدواخل ويزودوا قوة المحرك ويعملوا صيانة كاملة للعربية ويعدلوا على كل حاجة. عامة الفيديو بتاعهم هيظهر لك في اخر الفيديو ده. وبكده نكون وصلنا لنهاية تعديل أستون مارتن من خردة بتاكلها الطحالب لوحش ماشي على الأرض بلون يخطف العين. لو حابين تشوفوا الجزء التاني اللي هيفتحوا فيه قلب الموتور وهيعدلوا على الصالون، انزلوا دلوقتي اعملوا لايك للفيديو، ولو مش مشترك اشترك في القناة، وما تنساش تشوف الفيديوهات دي عشان هتعجبك جدا، وروح اعمل لايك للفيديو بتاعهم عشان هما بجد يستحقوا كل الدعم. كان معاكم محمد حمدي، اشوفكم في فيديو جديد. سلام.